محمد فارق. برضه ايه رايك في الشوط الاولاني؟ والله يعني شايف الشوط الاولاني الزمالك كان كويس فيه رؤى، وكان مستحوذ على الكوره وهو الاقرب للمرمى طول الشوط الاولاني. الحمد لله ربنا وفقنا وسجلنا هدفين وضيعنا اكتر من فرصه كده. في كوره جت في العارضه وناصر منسي ضيع كوره كده، كوره اشفل على راسه كده، جت جنب العارضه. كورتين شبه بعض. الحمد لله يعني، والنتيجه مرضيه ان شاء الله، ونكمل على كده ان شاء الله. شايف حد قاعد جنبك هنا؟ في ناس. شايف ان احنا الشوط الثاني نقدر نعمل حاجه ثانيه اكتر يعني؟ ان شاء الله الزمالك ممكن تكسل كده. لا ان شاء الله كده الزمالك ان شاء الله يكمل على كده وهنسجل اهداف تاني ان شاء الله، لان الزمالك ماسك مستحوذ، والزمالك افضل امكانياته افضل يعني من الفرقه الثانيه. ان شاء الله يعني. الحمد لله حد كبير يعني. اللعيبه بتاعت الزمالك لا يا استهتار والكلام دوت. لا عندهم الحته دي. لا ان شاء الله يعني نكمل على كده. لو جابوا جون هيرجعوا للمباراه. برضك الزمالك برضك يعني ياخد باله من حاجه زي كده. ازيك يا كابتن برنس؟ على اساس ان احنا معلش انا عملت الاستوديو قاعد مسؤول. تعال قعد خليك زي ما انت عايز. ازيك يا كابتن برنس؟ بانك يعني موجود في الاستاد ومتابع المباراه، ايه رايك في انت ما استخفش بقى، سيبني بقى كنت لسه بتعلم منك. بجد اللي قلت عاوز اسالك هسالك سؤال بس ما تقلقش يعني كده يعني. انا دايما على طول بطلع ضيف، اول مره اطلع يعني مذيع يعني. ايه رايك في اداء الزمالك في الشوط الاولاني؟ يعني اداء الحمد لله يطمن يعني. بس مش عاوز اللعيبه تفتكر النتيجه يعني كبيره يعني ويستهتروا. يعني 2-0 دي ما هو عادي، في اي وقت لو جاب جون هيجي له الدافع اكتر ان ممكن يقدر يتعادل ودي هتبقى نتيجه لصالحه هو. اللعيبه ان شاء الله تنزل تجيب الثالث بحيث ان هي تريحنا وتقتل المباراه حتى لو عاوز يغير في لعيبه هيريح لعيبه كده يعني، وضغط المباريات وعنده الدوري لسه برضه. عندك الدوري وانت ان شاء الله هتكمل فيها ان شاء الله، ما بقاش في ضغط علينا يعني. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. وانت بصراحه يعني راجل مذيع هايل. لا لسه شويه. لا احنا اول ما ابتدينا والله قلت حته حلوه عجبتني اول ما اقدرش اعملها بما اننا في الاستاد على اساس ايوه يعني انا شايف اللعب على الحقيقه غير التلفزيون يعني. لا مش كده والله يا كابتن برنس. انا بكلمك يعني ايه اللي انت شايف اللعيبه قدام عينيك غير الشاشه يعني. شايف تحركات اللعيبه يعني. انت توضحت فانا فهمت. الكاميرا مثلا بتجيب اللاعب اللي معاه الكوره في التلفزيون. لما انا قلت بقى في اول البتاع كده غلط. انت كده وضحت لي فاهم. زمان الناس قلت لك حتى وانتوا مع بعض بتطبلوا لا مفيش تطبيل. انا بقول لك يا جماعه ما كانش واخد باله ان احنا في الاستاد. لا خد بالنا. لا انا بكلمك في الاستاد انت بتشوف تحركات اللعيبه صح، غير مثلا يكون قدام التلفزيون. الكاميرا بتجيب اللاعب وهو معاه الكوره بس، لكن في الحقيقه عاوز تتفرج على الكوره تتفرج في الاستاد تشوف كل حاجه. ثانيه واحده الراجل هيعدي واكمل معاك. فاصل ونواصل. الراجل بيضحك على كلامك. فالزمالك النهارده يعني كان كويس يعني ان شاء الله يعني كده، وربنا يكمل على خير يا كابتن برنس. تكمل على خير ان شاء الله نوصل لنا وناخد البطوله ان شاء الله. واللي عاوز يتفرج على الكوره يستمتع بالكوره يتفرج على نادي الزمالك. يا سلام. والله قول يا كابتن. مش معنى ان ثانيه واحده فاصل ونواصل. قطعت عليكم فيديو. جمهور كتير النهارده عمال رايح جاي كده. معلش عادي على قلبنا زي العسل. ما بحبش جمهور يشتم لعيبه. انا ما بحبش الجمهور يشتم لعيبه.